خبر عاجل كيهم جميع المغاربة. شركة طرق السيارة كتفرض أداء مبلغ مالي مهم على المتطوعين المتوجهين لمناطق الزلازل. كيشهد طريق السيارة اللي كتربط ما بين مدينة الدار البيضاء ومدينة مراكش منذ ساعات الصباح الأولى من يوم السبت اكتظاظ غير مسبوق، بحيث كتشهد الطريق السيارة المذكورة تنقل مئات من المواطنين باتجاه المناطق المنكوبة، وذلك لإغاثة المتضررين وتقديم الدعم والمواساة لهم. ومقابل هذا العمل الوطني والإنساني من أفراد الشعب المغربي، فرضت شركة طرق السيارة مبلغ مادي مهم على طول الطريق المؤدي لمراكش، بدون أن تتخذ بعين الاعتبار هذا الحدث الإنساني والاستثنائي، وبدون ما تساهم في هذا المجهود التطوعي من أبناء الشعب المغربي. ويذكر أن العديد من المتطوعين متجهين للأقاليم المتضررة من أجل تفقد أحوال الأقارب والاطمئنان على أوضاعهم. وفي خبر آخر، قام أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم اليوم السبت بالمساهمة في عمليات تبرع بالدم بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بأكادير. وجات هذه البادرة من بعد تأجيل مباراة المنتخب الوطني ضد ليبيريا إلى وقت لاحق، واللي كان مقرر أن تلعب اليوم السبت بملعب أدرار بأكادير ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أفريقيا في كرة القدم. وهادشي كامل بسبب الزلزال العنيف اللي ضرب المغرب ليلة الجمعة والسبت.